اللهم في صباح يوم الجمعة نسألك يا رب خيرا لا ينتهي، وفرجا يبدل أحوالنا للأفضل، ورحمة تسكن بها قلوبنا. اللهم ابعد عنا الهم، وادفع عنا البلاء، وافتح لنا أبواب رزق وبركة من حيث لا نحتسب. يا رب اجعل هذا اليوم نورا في دروبنا، وراحة في صدورنا، وطمأنينة تثبت بها قلوبنا على كل ما تحب وترضى. اللهم امين يا رب العالمين. ازيكم حبايبي، اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل العيش البلدي زي ما انتم شايفين كده. هنعمله النهارده في عجان الخير، وهقول لكم الطريقه بتاعته المظبوطه الصح، ازاي تكون العجينه معاكي مظبوطه علشان تطلعي النتيجه المظبوطه. هنعمل العيش من بدايه العجين لغايه التسويه زي ما انت شايفه كده بالظبط. هنطلع عيش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ممتاز من الفرن. تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على آلك واصحابك اجمعين. عندنا في البدايه بننخل الدقيق الاول، ايا كان الكميه اللي انت هتعمليها، ايا كان نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه بننخله الاول. عندنا النهارده في البدايه كده عجان الخير، وليه دايما استخدامات موجوده عليه من بره، لازم بنمشي على التعليمات دي مظبوط. واهمها ان انا ما احطش ايدي خالص في العجان وهو شغال. عندي الزرار ده اللي بيشغل العجان، وعندي المكبس اللي تحته هو اللي بيفتح العجان ويقفله، علشان اقدر ان انا اشوف سمك العجينه او ازود حاجه او اعمل حاجه، ارفع العجان لفوق علشان ما يضرنيش. تمام كده. والكبس طبعا اللي انا بوقف منه العجان او بشغله. عندي شغلت العجان وحطيت فيه الميه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. في الصيف ميه بارده، في الشتاء ميه سخنه. وبحط الخميره بتاعتي. الخميره بتاعتي لكل كيلو دقيق بحط معلقه ملح ومعلقه خميره. ده في الصيف. في الشتاء بحط معلقه ملح ومعلقه ونص خميره للشتاء. تمام. ده العيش ايا كان العيش اللي انا هعجنه. تمام. بس ببدا انزل بقى بالدقيق حاجه حاجه كده لغايه ما ابدا العجينه بتاعتي، الحله بتاعتي تبدا تلف الدقيق في الميه، بتبدا الحله تلف لوحديها. ليه ضمان سنتين زي ما انتم شايفين. عجان الخير مختوم عليه بكلمة عجان الخير، لان علشان يأكد لك ان هو من مصانع الخير. اسعاره هتلاقوها ان شاء الله كده. احط لكم يعني هحط لكم لينك الصفحة بتاعتهم ان شاء الله، هتلاقوها في التعليقات. ادخلوا عليها واسألوها اللي انتوا عايزينه. تمام. هم ناس محترمة جدا، وان شاء الله بإذن الله بيفيدوا مش بيضروا. ان شاء الله العجان بتاعهم ممتاز بينفع جدا. العجينة ما شاء الله انا ما حطيتش ايدي فيها خالص لغاية ما انتوا شايفين. وبسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوف الملمس بتاعها. انا ما بحطش ايدي خالص في العجينة غير لما بشوف الملمس بتاعها، يعني محتاج ازود دقيق ولا لا. تعالوا كده، حبيت ان انا اشوف في دقيق من تحت، في كتل عجين، في بزغيل، في الحاجات دي كلها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قلبت العجينة كلها ما لقيتش فيها خالص اي كتل عجين، بس هنا عايزاها تكون متماسكة شوية عن كده علشان احنا في فصل الصيف. فصل الصيف ده زي ما انتم عارفين ان فصل الصيف بيحتاج العجينة المتماسكة شوية عن فصل الشتاء. في الشتاء ممكن اخليها بنفس الملمس ده، اما في الصيف ما ينفعش ان انا اخليها بالملمس ده. محتاجة ان انا احط لها شوية دقيق كمان، يعني نزلة دقيق ايا كان الكمية اللي انت هتستخدميها. لكن اما اشوف الكمية بتاعتي هتاخد قد ايه، هتاخد معايا طبق او كتير او قليل، ده على حسب الكمية بتاعتك اللي انت بتعجنيها. تمام كده. حابة اوريكي برضو ملمس العجينة. في الشتاء هخليه نفس كده بالظبط، مش هعمل فيه اي حاجة خالص. هنزل بس العجينة اللي في العجان واغطيه بالدقيق زي ما انت شايفاه. ده لو انا في فصل الشتاء. اما في الصيف خلاص هخلي العجينة بتاعتي متماسكة شوية. وده الفرق بين عجينة الصيف وعجينة الشتاء. عجينة الصيف بزود خميرة، بقلل خميرة. عجينة الشتاء بزود خميرة. يعني بحط لكل كيلو دقيق معلقة خميرة في الصيف، معلقة ونص في الشتاء. الملح هو معلقة في الصيف ومعلقة في الشتاء. الميه بتاعتي بتاعت العجان بتاعت العجين بتاعتي في الصيف بجيبها من الحنفيه عادي خالص، او ممكن ازود عليها كميه من التلاجة. وممكن ان انا اجيبها من الحنفيه عادي. في الشتاء طبعا بحطها دافيه، يعني اعلى من درجه من دفيان العين شويه كده. تمام. يعني مثلا تكون دافيه شويه. القطعه اللي انا قطعتها دي وحطيتها ساحت، يعني فرشت، يعني ما تنفعش خالص العجينه دي في الصيف. لو قعدت بقعدتها زي ما هوريكم يبقى كده عجينتي مظبوطه. اما طالما فرشت بنفس الشكل بحط نزله دقيق كمان. اللي انا حطيته ده حوالي طبق، ممكن احتاج اكتر وممكن هو يظبط العجينه. ببدا اسمي الله وانزل العجان بتاعي تاني، وابدا ان انا اشغل العجان يبدا يتويلي كل الدقيق اللي انا حطيته. طيب لو انا لقيت العجينه متماسكه او زياده عن اللزوم بحط نزل ميه. نزل ميه ده اللي هو يا كوبايه من كوبايه الشاي كده،
ميه. اما لو نزل دقيق بحط طبق دقيق. تمام. تمام. لو احتاج تاني بحط نزل تاني ميه او طبق دقيق تاني على حسب الكميه. انا عايزه العجينه بتاعتي عايزه اخليها طريه او اخليها متماسكه على حسب الجو عندك، الصيف او الشتاء. تمام. يبقى عجينه الصيف محتاجه تكون متماسكه شويه عن عجينه الشتاء، وده الفرق بين العيش لما بيسيح معايا في الصيف. حته لما بيشق معايا العيش هقولها لك، واحنا ان شاء الله بنقطع هقول لك طريقه صح جدا وسهله جدا، ومش هتغلبي خالص ولا تقعدي تغطي ولا تغلبي نفسك علشان العيش يفضل ما هواش مشقق معاكي في الصيف او البوظ. خلاص لو لقيت العجينه بتاعتي تمام برفع العجان، وده المكبس اللي انا بوريه لكم دلوقتي ده علشان ترفعي العجان وتشوفي العجينه بتاعتك اخبارها ايه. اهم حاجه ايدك خالص ما تنزلش في العجان وهو شغال، لان ما شاء الله اللهم بارك السكاكين بتاعته هو حط لنا سكينتين، واحده منهم بوابه بتلف في قلب البوابه التانية، والمكبس المثبت ده مثبت علشان خاطر ما يخليليش الدقيق في الجوانب محطوط وما يتقلبش مع بعضه. تمام كده. تعالوا بقى كده نشوف العجينه بتاعتنا. كده عريت طلعت العجان بتاعي، هاخد الحله بقى على جنب كده واشوف ملمس العجينه بتاعتي. طيب لو انا بعجن الصبح بدري الملمس ده ممتاز جدا. طيب لو انا بعجن الظهر يعني عز الحر قوي الساعه 10 كده لغايه العصريه، ده ما ينفعش العجينه تكون طريه، لازم العجينه بتاعتي تكون متماسكه علشان العيش بتاعي ما يفرش وتلاقي كل رغيف عمل زي الفطيره كده. تمام. بعد ما يتقطع ده اللي بيخلي لي العجينه ممكن تكون رشه دي بسيطه قوي، او طبق دي واحد قلته في العجينه ممكن هيظبطها لي، وممكن طبق الدي لو انا ما احطوش ممكن يبوظ لي العجينه. فاهمين واخدين بالكم؟ بس انا سطرت العجين لان كده العجينه بتاعتي مظبوطه وتمام. سطرته وشيلته حوالي ساعه. ساعه بسم الله ما شاء الله جيت لقيته مخامر ومبهدل الدنيا وكمان شارر، والدنيا يعني لميت كل اللي على الحله من بره وحطيته في الطبق ده زي ما انتم شايفين، وهبدا اقطع. بدات اجيب الصواني بتاعتي في خلال الساعه دي، فرشت النخاله بتاعتي او الرده ايا كان انتوا بتسموها. الناس بتقول لي ايه اللي انت حطاه على الصواني ده؟ دي نخاله او رده اللي هي بتبقى من قشريه القمحيه. ماشي. لما بنغسل القمح ونوديه الطحن بيجيلي 3 انواع. عندنا المطحنه بتاعتنا المكنه بتاعتنا مكنه بالكهرباء بتجيلي دقيق ابيض او علامه اولى، دقيق اسمر اللي هو السن، والتالت اللي هو النخاله. النخاله دي اللي احنا بنفرشها على الصواني دي ونقطع عليها العيش. تمام. انا هنا جبت طبق فيه شويه زيت وبدات بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني املس ايدي الشمال بالزيت، ايدي اليمين بالعجينه بتاعتي، اشيل على قد ما ايدي شايله ومش على قد ما ايدي شايله، على قد ما انا عايزه الرغيف صغير او كبير. بقطع العجينه بتاعتي وما بحطش خاص، ما بهبطش العجينه، لو هبطت العجينه بتزيدها خمر وبيزيدها عرق وبتغلبني قوي في الريحه. قطعت العيش بتاعي شيلته كله زي ما قلت لكم علشان ما يشققش منك من الوش. شيلت كل الصواني بتاعتي لان انا بقطع في بير السلم، بير السلم مفتوح وفيه هواء والباب بتاع البيت مفتوح براه، فكده هينشف العيش معايا لو قاعد على الصواني جنب الفرن هنا. بشيل كل الصواني وبدخلها في الصاله جوه على جنب وبطفي المروحه وبسك الباب والشباك وبسيبهم جوه في الصاله علشان ما ينشفوش من على الوش ولا يشققوا. بجيب من اول صينيه لاخر صينيه هوريكي عمرها ما بتشقق معاكي. جبت بقى هنا ولعت الفرن ومسحته بالقماشه زي ما شفتوا بمبلوله ميه مره واتنين وتلاته لغايه ما البلاطه عندي تنضف. قمت غسلت ايدي وجبت الصواني بتاعتي اول صينيه، ما بجيبش الا صينيه بصينيه قدام الفرن. حطيت ولاش دقيق صغنونه كده في كف ايدي على حرف الصينيه وقلبتها في النخاله علشان خاطر العيش عندي ما يلزقش في المطرحه مني ولا يلزق في بعضه ولا يغلبني، وكمان اريح براحتي ما يلزقش في المطرحه، دي اهم حاجه. ببدأ بقى لو العيش لا قدر الله ماسك في بعضه ببدأ اجيب نسبة نخالة من هنا ومن هنا وببدأ اقص بصوابعي. لو مش لازق في بعضه خلاص بتوكل على الله واسمي الله كده. يكون الفرن عندي سخن كويس، مسحت البلاطة عندي بالمية والقماشة والمبلولة مية، وبعد كده ببدأ ان انا اهدي النار من تحت والجوانب فوق المتوسط بزيادة شوية علشان العيش عندي يطلع منور وحلو ومش محتاج خالص يكون شكله مش حلو، يعني يكون منور كده وحلو الرغيف معاكي. لما الفرن يكون ناره هاديه زياده عن اللزوم في العيش المصري العيش ما بيطلعش صحيح معاكي وحلو. لما نار الفرن بتكون عاليه وحلوه من فوق بس خلي بالك لا يعورك ولا حاجه، بتبقى الرغيف طالع عندي منور وحلو يستوي على طول، يطلع مظبوط. اما من تحت بخلي النار اقل من المتوسط. تمام كده على الهادي خالص، المهم ان انا اسخن الفرن الاول وارجع اهدي النار. تمام كده. بس ببدأ بقى اخبز، لو انا حد معايا بيساعد معايا تمام، ما حدش معايا ببدأ انا اتوكل على الله كده واسمي الله وابدأ اخبز.
او الفرن بظبط فيه، او الرغيف بظبط بيه الفرن. يعني مثلا لو الفرن سخن قوي من تحت او البلاطه بتاعته هتحرق العيش، ببدا اهدي النار خالص وابل حته قماشه وامسحها ميه. لو الفرن من فوق مش مظبوط بظبطه، سواء بعلي سواء بوطي النار من تحت. الفرن لو ضعيفه قوي والرغيف هيلزق معاه في النشو وانا بديره ويعجن مني ويتقطع من تحت، ببدا اعلي نار الفرن من تحت شويه. تمام. ايا كان اظبطي الدنيا عندك. لو عندك اي سؤال اكتبيه في التعليقات. لو بيحصل معاكي اي مشكله في الفيديو في العيش اكتبيه في التعليقات. العيش عندنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميل. خلي بالك وانت بترمي النخاله على المطرحه ما تكتريش قوي. بنخبز على مطرحتين علشان اغير للرغيف نخاله علشان يبقى مظبوط معايا وما يلزقش في المطرحه، وفي الوقت نفسه اوسعه براحتي وما يلزقش كمان في المطرحه، ووسط بتاع الرغيف ما يرقش. لو انا هخبز على مطرحه واحده ممكن لا قدر الله يلزق مني في المطرحه، ممكن يرق من النص ويتخن من الحروف وما يبقاش مظبوط معايا الرغيف. فاحنا بنرحها على مطرحتين علشان الحته دي، عشان الرغيف معايا ينفش كده من القلب ويبقى جميل وهش وحلوه من القلب، وكمان الحروف بتاعته مش تخينه والوسط بتاعه مش رقيق. تمام. بس ببدأ بقى على حسب حجم الفرن عندك، على حسب حجم الرغيف عندك ترمي رغيف 2 3. مثلا لو انت عاملاه صغنون خالص ومقنر، لانك لو لسه مبتدئة هتقطع الرغيف صغير. ببدأ ان انا ارمي رغيفين 3 4. حد معاكي بيساعدك بيكون طبعا سهل عليكي، ما بتاخدش وقت اطول كده يعني. تمام. ببدأ بقى اكمل بنفس الشكل، وكل العيش اللي بطلعه من الفرن بوديه على قماش عندي في الصالة جوه علشان مفيش دبان مفيش كده، وببدأ احطه جوه في الصاله لغايه ما يبرد خالص. وكمان العيش لما ببرده اول باول بي ما بيبقاش عجين، ما بيردش عجين تاني، فاهمني؟ بس ده مرص اللي جنبنا ده اللي احنا بنطلع عليه العيش. بنطلع عليه بنعمله عند بتاع الاقفاص والمرصات والحاجات دي، بيعمله لنا بالجريد وبيبقى ليه 4 رجلين، بس احنا بنحاول نحطه على عدايه او على حله او على طبق كبير كده يعني. ببدأ اسوي بنفس الشكل. حابة انت بقى تسوي الرغيف اكتر من كده مفيش مشاكل. عايزة تخلي الرغيف ناره هادية يعني ولعته بسيطة او تسويته بسيطة، مفيش مشاكل خالص. ده ذوقك انت وده حاجتك انت. ربنا يحفظكم ويجعل بيتكم دايما عمرة بالخير يا رب، اللهم امين. المهم ان احنا اي حاجه انت عايزاها في الفيديو اكتبها في التعليقات وانا من عينيا لكم حاضر. ومحتاجه منكم لايك حلو كده للقناه، وتعليق منكم كويس، وشير طبعا، ويا ريت لو في اشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. القناه لسه مبتدئه طبعا، هتساعدوني فيها لو وقفت على رجليها شويه، يبقى جزاكم الله كل خير. لو محتاجين اي نوع من الانواع الفيديو او حاجه معينه اكتبوا في التعليقات، ولو ربنا ييسر الحال واحنا لينا فيها ان شاء الله نعملها مع بعضنا ونمشي الدنيا ان شاء الله باذن الله. يبقى عندنا حليب وخض وسمنه وجبنه وكده ان شاء الله على الطبيعي ان شاء الله. هنعمل ان شاء الله فيديوهات جميله مع بعضنا. وعملنا برضو مطبخ جديد كده حلو هنبدا نوري لكم ان شاء الله كده ونشتغل فيه باذن الله. ربنا يجعله فتحه خير علينا وعليكم يا رب، اللهم امين كده. احنا نرزق منه ونعمل فيه فيديوهات حلوه وانتم ان شاء الله تستفادوا منه باي حاجه. ببدأ بقى اخبز زي ما انت شايفه كده بالظبط لغايه ما اخلص كل الكميه بتاعتي. وزي ما قلت لكم كل كميه بعملها بروح اوديها على طول في الصاله على ملايه كده مخصصه للعيش لغايه ما يبرد خالص. ببدأ المه الرغيفين الوش في الوش والظهر في الظهر، وببدأ انفضهم من النخاله بتاعتهم لما يبرد خالص، وابدأ احطه في الشنط بتاعتي اللي انا المفروض بكون قبلها بيوم. لما العيش بتاعي بيخلص ببدأ اجيبهم واغسلهم كويس وانشرهم علشان ينشفوا ويبقوا نضاف، علشان العيش ما يعفنش مني او يتملي ميه او يتعجن في التلاجة او الحاجات دي كلها، وعيش يبقى نظيف وحاجتي تبقى نظيفه. تمام كده. تمام. لو حابين اي سؤال اكتبوه انا في التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله ارد على الجميع. ربنا يقدر الجميع يا رب ان شاء الله كده على الخير ان شاء الله باذن الله. بس ببدأ بقى اكمل بنفس الطريقه من اول صينيه لاخر صينيه بجدعن، علشان في الصيف بيحتاج انك انت تشدي حيلك شويه في التسويه علشان العيش اللي انت مقطعاه ما يتبشمش منك. يتبشم يعني ايه؟ للناس اللي سألتني كم مرة يتبشم يعني ياخد خمر زيادة او يفرش لبعضيه زي الفطير كده، او يشقق من على الوش او الحاجات دي كلها. تمام. يلا حبايبي اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.